ما تيجوا نخلي الوراك ونعملها كده كذا طريقة، بس أنا النهاردة هاعملها الحمام الكداب. بصوا الطريقة سهلة جدًا، بدل ما تخلّي كده الفرارجي يعملها لِك، لأ أنتِ اعمليها في البيت بطريقة سهلة جدًا وما فيهاش أي حاجة خالص، مش هتاخد منِّك وقت. هاتي كده الوراك واغسليها، تعالي بقى يا ست الكل كده نشوف العظمة دي إحنا عملناها إزاي بكل سهولة. جبت الورك بتاعي ومن عند العظمة العريضة اللي فوق دي كده، بس لازم السكينة تكون حامية. السكينة اللي معايا دي ضايقتني لإن هي كبيرة، لو عندِك بقى سكينة كده صغيرة وحامية وحلوة هتساعدِك على طول زي الفرارجي. امسكي بقى العظمة اللي فوق دي كده واخليها كده واحدة واحدة بالراحة خالص كده لحد لما تطلعي أول عظمة. هو الورك هيطلع معاكي 3 عظمات، دي كده أول واحدة أهو. أنا هاحاول إن أنا أسلكها بالراحة زي ما أنتم شايفين عشان مش عايزة أهدر اللحم بتاع الورك. سهلة وبسيطة وما فيهاش أي حاجة خالص. أهو بصوا دي كده أول عظمة أنا خليتها منها، أول واحدة زي ما أنتم شايفين خليتها خالص. هاجي بقى هنا عايزة أخلي العظمة التانية، هاجي اللحم اللي في النص ده اللي أنتم شايفينه هافتحه كده فتحة، وبرده مش هاهدر اللحم بتاعي عشان ما يتقطعش معايا الورك، واروح بالراحة كده أفضل أسلك من عند الراس من فوق لحد لما الراس تتفك معايا، وابتدي بقى إن أنا أخلي. شايفين بقى باخلي إزاي؟ أهو زي ما أنتم شايفين كده بامسك السكينة بتاعتي واكحت بالراحة كده اللحم اللي في العظم لحد لما أوصل لبرضه المفصل التاني، واسلكها كده منها بالراحة واطلعها. أنا كل ده باوريكم بطريقة سهلة ومش عايزة برضه أهدر لحم معايا، وباطلع العظم زي ما أنتم شايفين كده فاضي ما فيهوش أي حاجة. دي كده تاني عظمة أهي بصوا، قعدت بقى إيه من عند المفصل كده واحدة واحدة بالراحة لحد لما هاطلعها فاضية ما فيهاش أي حاجة خالص. الوصفة سهلة خالص ما فيهاش أي حاجة. هاجي بقى عند العظمة التالتة هارجع الجلد كده لورا عشان أنا محتاجة إن الجلد دوّة ما يتقطعش معايا، الجلد بتاع الدبوس أنا عايزاه سليم. هاجي بقى كده أفتح فتحة زي ما أنتم شايفين، مش هاكتر يعني مش هافتح الدبوس أوي، هي كده هاشق شقة كده فتحة إن أنا أعرف برضه أمسك المفصل بتاعي التالت دوّة وأسلكه كده من اللحم بالراحة من عند الراس من فوق كده، من عند المفصل واحدة واحدة، آجي يمين وشمال. أنا مسرعة الفيديو بس أنا كنت واحدة واحدة باعملها بحرص عشان اللحم ما يتقطعش معايا. جيت بقى هنا يعني خلصتها خالص برضه وكحتها، قطمت بقى العضمة وخليت البوزة اللي تحت خالص. بصوا بقى الجمال والحلاوة، ما فيش ولا أحلى ولا أجمل من كده. سهل وبسيط ما فيهوش أي حاجة خالص. تقدري تعمليها في البيت لو أنتِ عندِك وراك وفي أي وقت اتزنقتِ وعايزة تعملي الوصفة دي هتعمليها بكل سهولة. كنت معاكم رشا.